يا رب لا تجعل سعادتي أو حاجتي بيد مخلوق من عبادك، ولا تجعل ضعفي أو انكساري إلا لك وحدك. يا رب لا تحوجني لأحد، ولا تجعلني عبئا على أحد، واجعلني غنيا بك عمن سواك. يا رب لا تريني عيبا في نفسي كرهته وبغضته في غيري، واجعلني ممن يرون عيوبهم ويصلحونها ولا يدافعون عنها. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي اللي بحبهم جدا جدا جدا. صباح الفل على عيونكم او مساء الفل على عيونكم حسب ما بتشوفوني، وحشتوني جدا جدا. بصوا بقى حبايبي، زي ما انتم شايفين كده احنا هنعمل النهارده موال، بس حابه ان انا اشكر كل اللي اداني كده دعم نفسي، واداني دعوه حلوه، واداني طاقه ايجابيه ان انا امشي بيها لقدام بسبب كلامكم امبارح بعد الفيديو بتاع امبارح. يعني مش قادره اقول لكم انا نفسيتي اتحسنت قد ايه، طبعا وباين على صوتي يعني ان انا فرحانه، بس خلاف البرد يعني. بشكركم جدا والله على كلامكم الجميل، وكل اللي كتب لي تعليق حلو ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. طبعا ما تنسوش اللايك قبل اي حاجه كده. النهارده هتعملي ايه يا سموره؟ انا النهارده يا جماعه من فرحتي امبارح، وبعد ما اول تعليق جالي حسيت كده ان انا بنشاط يعني، وحسيت ان انا هغير رايي ان انا مش هقفل القناه، فقلت انا لازم النهارده اعمل فطاير حلوه. بصوا بقى، كان عندي كيلو لحمه كده، قلت ايه انا يعني هعصجه كله. بسيبه كده يفك كويس، بعد ما بيفك خالص يعني من التلج اللي فيه ويفلفل كده زي ما انتم شايفين، ضفت كوبايه كده من اللبن صغيره يعني من بتاعه الشاي، ضفت فلفل وضفت 7 بهارات ولورا، وهنا ببشر كده شويه من بلحه جوز الطيب. طبعا يا جماعه انا هعصج اللحمه كلها مره واحده، وهاخد منها اللي انا هعمل بيه الفطاير النهارده، وهشيل الباقي طبعا في الفريزر اعمل بيه اي وصفه تانية في اي يوم تاني. طبعا بقى انا مش قادره اقول لكم على ريحه اللحمه المعصجه لما بتضيفوا لها شويه لبن حليب كده، ما تستغربوش بتبقى جميله جدا جدا. زي ما انتم شايفين انا ضفت هنا 7 بهارات، وضفت ملح، وضفت طبعا فلفل اسود، وهضيف كمان شويه كده من شويه من البابريكا. يعني البابريكا بصوا بقى ما اقولكوش يعني بتدي ريحه جميله ولون حلو كده قد ايه. طبعا الريحه بقى جايبه اخر الشارع بجد يعني، حرفيا كده شويه اللبن الحليب بيغيروا من طعم ومن ريحه اللحمه المعصجه، يعني بيديها كده نكهه وطعم، وبتوديها في حته تانية خالص. طب انا كده عصقت اللحمه، ودي اول حشوه معايا، هاخد منها بقى شويه صغيرين اعمل بيهم ايه فطيره كده، والتانية هعمل لها حشوه تانية. طبعا بقى السر مش في الحشوه يا جماعه، السر طبعا في العجينه. العجينه هي اللي خطيره جدا جدا، لدرجه ان انا عملت منها الفطاير دي واتبقى قطعه كده معايا، عملتها باتيه لولاد، صدقوني طالعه تحفه جدا جدا جدا. ومن غير جبن بقى، ووفري بقى وما تكلفيش نفسك خالص، واللي موجود عندك للحشو حطيه. عندك صدر فرخة اعمليه، عندك شوية حتة لحمة مفرومة صغننة قد مثلا ربع كيلو اعمليها. هتسلقي بيض، هتحمري بيض بقى مع بطاطس مسلوقة مكعبات، تبقى جميلة جدا. انا النهاردة كان عندي 5-6 صوابع كده يعني من السجق، فقلت ايه هعمل بيهم فطيرة صغننة. انا بحب صراحة ايه فطيرة السجق يعني. بصوا بقى يا جماعه، انا مش هكذب عليكم، الفطاير دي لازم تبقى حلوه كده، وبيبقى طعمها احلى بكتير لما بنضيف جبن كده على الوش، يعني على وش الفطيره من فوق. بس انا طبعا ما عنديش جبنه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. زي ما انتم شايفين كده انا خدت السجق كده تشويحه بمعلقه سمنه بلدي، وهنزل ببصلايه واحده كده مفيش غيرها، وهبدا ان انا اضيف فلفل. طبعا انا كنت عايزه اضيف فلفل اخضر، وجي في دماغي كده ان انا عندي فلفل الوان في الفريزر، فطلعت منه ايه قطعه كده، وعلى السجق كده على طول بقى، وخلينا كده ولاد 9، وننزل بالبصلية كده زي ما كنا يعني ايه امهاتنا بيعملوا زمان، وزي احنا ما بنعمل كده من ورا الكاميرا يعني. تقليبه حلوه كده بقى للسجق بتاعنا ده، ومش هتبل بقى كتير يا جماعه، هما شويه فلفل اسود وشويه 7 بهارات وخلاص على كده، لان طبعا السجق بيكون متبل وبيكون واخد توابل وتوم وحاجات كتير يعني. هنا بقى ما عندكيش فلفل الوان حط فلفل اخضر، انا بصراحه كنت مطلعه الفلفل الاخضر هحطه، بس لقيت فلفل الوان عندي، فقلت ايه هحط بقى فلفل الوان وخلاص. طيب هعمل ايه بعد ده كله؟ هسيبهم بقى يستووا كده على النار هاديه، واغطيهم شويه، واروح بقى اعمل العجينه الجميله جدا اللي هي سر الوصفه وسر جمال الفطاير دي. يعني انا مش قادره اقول لكم انا بعمل الفطاير دي كده من وقت للتاني، صراحه مشبعه جدا جدا وسريعه في نفس الوقت، وحلوة يعني الولاد بتفرح بيها، وتغيير في نفس الوقت. عندك جبن حطي، ما عندكيش ما تحطيش، ما عندكيش سجق حطي صدر فرخة،
ممكن تعمليها بحشوات كتير زي ما قلتلك. بصي بقى الحشوة دي انت ومزاجك كده، فنني فيها. يلا بينا على العجين. بصوا بقى يا جماعة، انا عندي هنا حوالي كيلو الا ربع كده من الدقيق، ما وزنتهمش صراحة. اي كمية دقيق، عايزة تعمليها نص كيلو كيلو على حسب افراد اسرتك. عندي هنا كيس من الخميرة. طبعا الخميرة انجيل دي يا جماعة انا جايبة منها علبة وقلت لكم عليها قبل كده، الخميرة دي جميلة جدا في المعجنات. بص هضيف نص معلقة صغيرة كده من الملح، ومش هبدأ ان انا ادوب الخميرة في المية. انا عارفة ان الخميرة بتاعتي كويسة، انما لو انتوا الخميرة جايبينها لاول مرة حطوها مع شوية سكر والمية الدافية. حطيت هنا مع نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين صغيرين كده من السكر، يعني مقدار معلقة كبيرة. هتلاقونا ان شاء الله كاتبة المقادير بتاعة العجينة في صندوق الوصف بالظبط. طيب اللي في البوله دي يا سموره دي يا جماعه قشطه، انا شايلها من على وش لبن حليب. ما عندناش قشطه يا سموره، هاتي علبه زبادي. ما عندكيش علبه زبادي، نص كوبايه لبن وكملي بميه. ما توقفيش نفسك على اي حاجه. انا ما خدتش القشطه كلها على فكره، انا خدت منها حوالي 4 معالق، يعني نص كوبايه ولا حاجه. هاخد هنا بقى معلقتين كده من الزيت. لو مش هتضيفي قشطه حطي 4 معالق من الزيت، لو هتضيفي قشطه حطي معلقتين بس، لان القشطه زي ما انتوا عارفين بيبقى فيها دسم يعني. زي ما انتوا شايفين هنا عندي بضاية كده بتخفف العجينة وبتعمل لها هشاشة كده وبتديها طعم حلو قوي بجد، بتخففها يعني بتفرق. زي ما انتوا شايفين هقلب كل المكونات بتاعتي في الدقيق، اللي هي البضاية، معلقتين صغيرين سكر مقدار معلقة كبيرة من بتاعة الاكل، نص معلقة صغيرة من الملح، عندي معلقتين من الزيت، واربع معالق من القشطة. تقدري تستبدليهم بنص كوباية حليب او بكوباية زبادي، او تقدري تعجني بمية خالص على فكرة، هتبقى برضو حلوة قوي. عندك لبن بودرة حطي منه 3-4 معالق بدل القشطة، برضه هتبقى حلوة. هبدأ اخد مية عندي دافية هنا بالتدريج. طبعا مقدار المية انا ما عايرتش الدقيق عندي، فعلشان كده مش هعاير المية. يعني نص كيلو دقيق او كيلو الا ربع دقيق اخد مني حوالي كوبايتين من المية، بس بالتدريج يا جماعة. طبعا بقى هي مش بتحتاج عجن كتير، انا بس كده يعني هبدأ ان انا اتوه الدقيق كده اللي تحت ده، وهبدأ ان انا اظبط العجينة بتاعتي والمها كده وانضف البولة اللي انا بعجن فيها. الست شاطرة يا جماعة اللي البولة بتاعتها تكون نظيفة وهي بتعجن، وبعد ما تعجن وتخلص. فين اللايك يا حلوة انت وهي؟ يلا انزلوا حطوا اللايك دلوقتي علشان استمر معاكم زي ما اديتوني طاقة ايجابية كده. ان شاء الله هديكم فيديوهات حلوة جميلة جدا ان شاء الله الفترة الجاية، وبحبكم جدا ويعني بشكركم جدا والله على دعمكم ليا. بصوا هي ما خدتش مني يعني مية كتير، هما بس حوالي كوبايتين او كوبايتين الا ربع كمان. العجينة عندك انا هقولك قوام العجينة وانت تظبطي على اساسه. قوام العجينة بتكون طرية بس ما بتلزقش، طرية بس ما بتلزقش زي ما انتوا شايفينها كده. انا هفضل اعجن فيها كده بس حوالي 5 دقايق تتلم بس كده وخلاص، على كده هي مش بتاخد عجن كتير يا جماعة. بس جمال العجينة يعني ما اقولكوش على جمال وعلى طعم العجينة. تقدروا انتوا كمان يعني مش قادرة اقولكم والله هتاكلوها حاف. بس الفطاير طالعة منها جميلة جدا جدا، وهوريكم الباتيه اللي انا عملتها من العجينة دي. بصوا يا جماعة العجينة في ايدي طرية اهي، بس ما بتلزقش في ايدي اهي زي ما انتوا شايفين. هاخد بقى كده نقطة من الزيت على ايديا، وهبدأ ان انا اعمل كده ايه اغطي وش العجينة علشان وشها ما ينشفش وتتن طرية كده وتتن حلو. طبعا اسيبها بقى تخمر لمدة نص ساعة عشان احنا في الشتاء. وهقول لكم على طريقة تخمير جميلة جدا يا جماعة، وقلتها قبل كده كتير في الفيديوهات. اللي طبعا مش بيعرف يخمر العجين كويس في الشتاء، دفوا فرن البوتاجاز وتعالوا ضايفين فيه ايه، يعني دخلي البوله بتاعتك بعد ما تدفي فرن البوتاجاز وتطفي، دخلي البوله بتاعتك او البلاستيكه بتاعتك بالعجين اللي فيها واقفلي الفرن وسيبيها كده، هتلاقيها خمرت معاكي في حوالي نص ساعه. زي ما انتوا شايفين انا هنا عندي العجينه اتخمرت كويس. همسكها بقى كده ايه واعملها اقرصها، يعني هعملها 4 كور، 2 كبار على قد صاج كبير و2 حجمهم صغيرين شويه. طبعا هنا ولا هقلب العجينه ولا اي حاجه، هاخد كده اقطع العجين على طول. طبعا احنا بنقول نقرص العجين يعني. زي ما انتوا شايفين هعمل هنا كورتين كده صغيرين شويه، وهعمل كورتين اكبر منهم علشان انا عندي صينيه حجمها وسط وصينيه
حجمها صغير شوية، اللي هي بتاعة البسبوسة. طبعا جميلة جدا وتنفع يعني في وقت الازمات كده في الشتاء، لو ما عندكيش اي حاجة وعندك بس ربع كيلو لحمة مفرومة او صدر فرخة، تقدري ان انت تعملي بيه طبعا الفطيرتين دول، وتقدري ان انت تعمليها ميكس جبن بس يعني من جوه مع فلفل الوان، هتبقى جميلة جدا. متوقفيش نفسك على اي حاجة وما تكلفيش نفسك، الدنيا غالية، اللي موجودة عندك اعملي بيه واستخدمي كل الحاجات اللي عندك، يعني انت تقدري تطلعي كده من الفسيخ شربات زي ما بنقول. بص انا هنا عملت 2 صغيرين و2 كبار، بس هما حجمهم مش باين من بعضه يعني. واتفضل عندي قطعة العجينة اللي في البولة دي، هغطيها كده بالكيسة وهسيبها لاخر حاجة. دي هطلعها باتيه كده وهوريهولكم ان شاء الله، جميل جدا والله. هغطيهم كده يرتاحوا بس دقيقة، وبعد كده ادهن الصاجن على مدهن الصاجن يعني وارجع. انا هنا خلاص كنت سبتهم حوالي دقيقة كده، ودهنت الصاجن بتاعتي بالسمنة او بزيت يا جماعة بالفرشة كده وخلاص. هبدأ ان انا افرد بقى. هنا انا عايزة العجينة بتاعتي تكون يعني حجمها كده مش تخينة يعني، ملهاش سمك، او مش رفيعة رقيقة زي الرقاق كده، او سمك بسيط جدا. وهبدأ ان انا افرد بقى الفطيرة بتاعتي كده اللي انا هحطها في الصينية من تحت. طبعا العجينة جميلة جدا وسهلة جدا في الفرد، لما تسيبها ترتاح هتبقى سهلة معاكي في الفرد. يعني يعلم ربنا سبحانه وتعالى ان انا بطلع لكم الحاجه زي ما بعملها بالظبط، مش بداري فيها اي حاجه يا جماعه، علشان محدش يعمل حاجه وتبوظ منه، حرام، لان طبعا كل حاجه غاليه. عندي دي صينيه البسبوسه الكبيره، هبدا ان انا زي ما انتم شايفين كده حطيت فيها فرشه كده من السمنه، وهنزل كده بالفطيره بتاعتي فيها وابدا ان انا افردها. بظبطها بس كده زي ما انتم شايفين. حطوا اللايك حبايب قلبي لو حد ناسي يحط اللايك، وتاكدوا كده من تفعيل الجرس ان شاء الله علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي انا هعملها. بظبط بس كده الفطيره بتاعتي في قاع الصينيه، وهبدا ان انا اجيب بقى اول حشوه عندي. طبعا قبل ما اجيب الحشوه بقى اللي انا هحطها، زي ما انتم شايفين عندي هنا اتفضل شويه كده من القشطه. طبعا لو ما كانش عندي اتفضل شويه من القشطه ما كنتش هدهن بيهم، كنت هدهن بفرشه كده من السمنه او من الزيت. وتقدروا كمان الناس يعني اللي مش حابه يكون فيها دهون خالص ما تدهنوش عادي جدا، لان طبعا الحشوه فيها ماده دهنيه وهتنزل على الفطيره. بس انا كان عندي شويه القشطه، فقلت اجود بقى شويه، ويلا بقى يا بنت غزي الولاد كده وغزي نفسك وخلاص. جبت هنا اول حشوه عندي اللي هي السجق، وهبدا ان انا افرد الحشوه اللي عندي كده في الصينيه، وابدا ان انا اعمل يعني قطعه العجينه التانية زي ما عملت دي كده، واضيفها على الوش واقفلها كده من الجناب. طبعا الفيديو شارح نفسه، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون نال رضاكم. في ناس كتير بتحب الوصفات البسيطة يا جماعة، والبساطة في الأكل، وما بيكونش معاها طبعا إمكانيات إن هي تكلف وتجيب جبن وتجيب حاجات. طبعا الجبن غالية زي ما انتم عارفين، والله المستعان. يعني الدراسة بقى والمدارس والتعليم واخد كل مجهود الناس واخد كل فلوس الناس، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر. انا بكلمكم بصراحة، يعني الناس مبسوطة من الوصفات البسيطة. اللي انا حسيته كده ان الناس بتحب الوصفات البسيطة اللي على قد ايدينا. ما يمنعش طبعا ان احنا ندلع نفسنا برضو، بس يعني على قد امكانيات. زي ما انا عامله كده، عندي الدقيق في البيت وعندي شويه القشطه وكل حاجه موجوده عندي في البيت. طبعا لو ما كانش عندي سجق كنت هعملها لحمه بس او صدور فراخ بس، او زي ما قلت لكم ممكن تكلفي بقى شويه لو انت يعني ربنا كرمك شويه ومعاكي فلوس بقى وقرشين كده حطاهم في الحصاله، خرجيهم واعملي بيهم فطيره كده ميكس جبن. ده فطير اسكندراني يا جماعه، دي فطاير اسكندراني بتطلع كده من الافران الاسكندراني، بس بيكون فيها جبن طبعا وجبن موتزاريلا كده على الوش. طبعا بقى شوية القشطة دول محيرين هتلاقوهم معايا في القعر وفوق وفي الوش وفي كل الفطاير، بصراحة مخليين طعم الفطاير جميل جدا. لو انتوا عايزين تعملوها زي ما بعملها كده بالظبط، تقدروا بقى ان انتوا تجيبوا لبن حليب كده، ما يكونش طبعا مبستر يعني ومتاخد منه الدسم اللي فيه، وتبداوا ان انتوا تغلوه تدخلوه التلاجة كده، هيطلع منه القشطة بتاعته. خدوها بقى واعملوا بقى الوصفة، وبألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. بس زي ما انتوا شايفين كده انا بقى ظبطتها كده ودهنت وشها بالقشطه، وهبدا ان انا
احدد كده مكان التقطيعة بس، يعني مش هقطع، ابدأ بس ان انا احدد ايه بالسكينة مكان ما يعني عايزاها كده مثلثات. طبعا انا مش مجريه الفيديو قوي يا جماعه علشان الناس تشوف الوصفه بالظبط كده وتبدا ان هي تطبقها بالظبط. بصوا يعني بالسكينه كده ايه، حاجه بسيطه جدا، مش بخرطها يعني. طبعا اسفه جدا على صوت المزعج، يعني مش قادره اقول لكم. بس خلاص انا هنا حددتها كده، وهدخلها بقى فرن البوتاجاز كده تاخد يعني تخمر كمان شويه على ما اعمل التاني. طبعا وفي الخبيز بقى بنبدا باول فطيره احنا عملناها. طبعا احنا واخدين فكرة غلط عن الفطير يا جماعة. الفطاير مش بس فطير مشلتت بقى ونورق، ومش شرط ان انت تجيبي جلاش وتعملي بيه، تقدري تعملي الوصفة دي بجلاش كمان. بس طبعا يعني العجينة دي فيها طعم كده، القشطة واللبن وسمنة وحاجات حلوة يعني. دلعي نفسك كده ودلعي العيال بحاجات بسيطة جدا وبإمكانيات حلوة يعني. طبعا انا مش عارفة اجمع يا جماعة والله من البرد، اسفة جدا. بصوا عملت هنا بنفس الطريقة، يعني عملت الفطيرة التانية اهي، فردتها بنفس طريقة الأولانية، وهبدأ بقى ان انا احط فيها حشوة اللحمة المفرومة. زي ما انتوا شايفين بقى انا خلاص كده ايه، عملت معاكم اول واحدة ببطء، نسرع شوية بقى علشان وقت الفيديو ما يكونش طويل عليكم والناس اللي معاها باقة. ونبدأ ان احنا بقى ايه نعمل التانية زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها الأولانية، بس باختلاف طبعا الحشوة، ان انا هنا حاطة فيها طبعا اللحمة مفرومة معصجة بطريقة عادية جدا. بس زي ما قلت لكم يا جماعة ضيفوا كده وانتوا بتعصجوا اللحمة شوية كده من اللبن الحليب، بتفرق جدا في طعم التعصيجة بتاعة اللحمة، وبتخلي لونها كمان وشكلها كده حلو. طبعا شايفين بقى شوية البابريكا كده مدين لون وردي حلو كده للحمة ما شاء الله. هوزع اللحمة بتاعتي وابدأ ان انا احط القطعة اللي فوق وافردها زي دي بالظبط كده. محدش ينسى اللايك حبايب قلبي بالله عليكم، علشان طبعا نستمر مع بعض كده في رفع فيديوهات. واللي بيحب سمورة بقى ادعموني وقفوا جنبي كده علشان قناتي تكبر ان شاء الله، واستمر معاكم كل يوم في رفع فيديو ان شاء الله باذن الله. بنفس شوية القشطة بقى اللي فاضلين وهبدأ ان انا اديهم فرشة كده علشان طبعا تاخد وش كده حلو ويكون لونه حلو يعني. وبنفس الطريقة هحدد بس كده ايه مكان التقطيعة يعني. طبعا حبايبي انا خبزتها هنا في فرن البوتاجاز، سخنته كويس جدا يعني شغلت الشعلة والفرن من تحت، وبدأت ان انا اسويها من تحت الاول ورفعتها تحت الشواية اخدت لون حلو كده، وبعد كده خرجتها من الفرن. طبعا هتحسوا ان هي استوت من تحت، هتهزي كده الصاجة بتاعتك هتلاقيها بتنهز معاكي ومش لازقة ولا اي حاجة. ما شاء الله طالعه جميله جدا، وريحتها وطعمها جميل جدا جدا. بتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوا الفطاير دي، لان هي مشبعه وفي نفس الوقت كمان اقتصاديه وحلوه، بدون جبن وبدون اي حاجه، وبنص كيلو او بكيلو الا ربع كده من الدقيق يعني. توفير التوفير كده زي ما بنقول. عملنا احلى فطاير اسكندراني بالسجق وباللحمه المفرومه، ما شاء الله اللهم بارك. طبعا طريه وطعمها مش قادره اقول لكم جميله جدا جدا. بعملها من زمان وبحبها وولادي بيحبوها، وان شاء الله هتعجبكم انتوا كمان وهتعجب ولادكم. دي اول واحده كده عندي اللي هي الفطيره اللي بالسجق طبعا. وفي يعني في الوقت اللي انا بوريكم فيه الفطيره دي كده كانت اللحمه المفرومه او الفطيره باللحمه المفرومه في الفرن، هخرجها دلوقتي واوريها لكم. طبعا قطعه العجين اللي انا كنت سايباها معاكم زي ما انتم شايفين قطعتها كده باتيه، وما شاء الله طالع جميل جدا جدا ما شاء الله، يعني كان حلو قوي. مش هرميها بقى، هعمل بيها ايه؟ قلت هعملها كده بالجبنه للولاد واقطعها كده تقطيعه الباتيه، طلعت حلوه قوي. يلا بينا كده نشوف الفطيره بقى اللي باللحمه المفرومه. وهوب هنا بقلبها راحت مقسومه مني اتنين، بس طبعا ولا يهمك، اقلبيها كده واعدليها هتبقى حلوه ومش هيحصل فيها اي حاجه خالص. شايفين بقى الفطيره اللي باللحمه المفرومه؟ يعني روعه 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 روعه، تستاهل بقكم حرفيا. طالعه سخنه كده بقى، وملينا البيت خبيز وملينا البيت روايح حلوه. ربنا يحسن ما بين ايديكم. نفسي ان انتوا تجربوا كل الوصفات اللي انا بعملها، وصفات سهله وبسيطه وصحيه في نفس الوقت كمان، ومش مكلفه. بس كده ده كان اخر الفيديو بتاعنا. وزي ما انتم شايفين عملنا اجمل فطاير اسكندراني بدون جبن خالص بطريقه موفره جدا جدا. طبعا ده علشان خاطر عيونكم انتوا بس. واحده بقى بالسجق وواحده باللحمه المفرومه، تقدري بقى تحطي جبن، تقدري تحطي صدور فراخ، اللي يعجبك حطي.
وهنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم. بحبكم في الله حبايبي واخواتي، ما تنسونيش اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي